الجندي الامريكي يا صديقي جندي لا يقهر، اسطوره بتمشي على الارض، بيطير في الجو والرصاص بيعدي من جسمه عادي. قوه الجندي الامريكي اللي انا بحكي لك عنها دي انا ما كونتهاش عنه عن طريق سابقه خبرته في الميدان. قوه والشكل ده للجندي الامريكي اللي اترسم في بالي، جهز لي وتصنع لي وتصدر لي من خلال الافلام الامريكيه. امريكا لما جت تبني اعلامها هوليوود اللي هتصدر من خلالها افكار تغزو العالم، اشتغلت على سياسه اسمها سياسه الاعلام العسكري. قدروا ان هم ياثروا في وعي جيل كامل ان الجندي الامريكي هو الجندي الذي لا يقهر. سخروا الكاميرا وكل ادواتهم يا صديقي علشان يوصلوا لك الصوره دي، بطل اللي مستحيل ينكسر. قدروا ان هم يصنعوا هبه دوليه وعالميه من استوديوهات تصويرهم. قدروا من خلال افلامهم ان هم يقنعوا المجتمع الدولي ان انت مهزوم قبل ما تبدا المعركه. حتى لو دلوقتي اكتشفنا ان كل الكلام ده وهم، صدقني والله في التسعينات وفي اوائل الالفينات كان العالم كله مقتنع ان الجندي الامريكي هو الجندي الذي لا يقهر. تعالى بص بقى عندنا يا صديقي لما جينا ناسس ونرسخ لمبادئ صناعه السينما في مصر. الدور المهم او الدور الكبير في اي عمل هو دور الانسان اللي بيعاني. صح. والدور ده كان فيه اكتر واحد بيعاني في الفيلم كله. احنا غرقنا في مدرسة الألم، مدرسة اللي قدست الوجع واللي ترسخ في خيالك ان البطل لازم يتألم وينزف، لازم ينقلك واقع كئيب ملوش مخرج. هما من ساعة ما بدأوها صدروا للعالم القوة والسيادة، واحنا صدرنا لنفسنا الوجع والألم. شايف الفرق الجوهري يا صديقي؟ لكن الإعلام بنى درع ساعد في بناء هبة الدولة، وهنا الفن في كل الأحوال بيحاول يهزمنا. قضايا القتل والخيانات والسرقة، الابتزاز والمواضيع اللي بتقفل صدور المشاهدين، ايه اللي بتعرضوه علينا ده؟ وفي نفس الوقت ما بقولكش اعرض واقع اجمل من اللي موجود. هنا الفن بينزل بنفسيه وحماس المواطن. صديقي مع تكرار عرض القهر والوجع على المواطن بتاعي اخلق منه مواطن هش بدل ما ابنيه ووعيه. فهم لما يقولوا على فنهم رساله تصدقهم، لكن انتوا لما تيجوا تقولوا لنا ان الفن بتاعكم ده رساله، لا عمرنا ما هنصدقكم. الواقع غير افلامكم ومسلسلاتكم. الفن في مصر عمره ما كان رساله، ولو عايزين الفن يبقى رساله يبقى اولى ان الدوله هي اللي تقدم لي الرساله دي، بعيد عن اجنديه حريه الابداع وبعيد عن مدرسه نقل الواقع، علشان لما بتنقلوا الواقع بتشوهوه. بشوفك على خير يا صديقي، سلام.